جميعا الحضور كل شخص حسب شخصه ومقامه، أهلا وسهلا بكم بهذا المهرجان الكبير. ما كنت أعرف بهذا الشيء، طبعا هواي عالم قالوا لي روحي بس ما صدقت إلا جيت شفت بعيني. طبعا معهد كلش حلو وراقي، ومن صدق دخلت هذا المعهد اعطوني ثقة كاملة بنفسي، يعني ما كنت أقدر أطلع برا أقدر أحكي، بس الحمد لله وصلت اللي أريده وحققت حلمي. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نعلن لكم تخرج الدفعة الثانية والثالثة كل من المصورين والإعلاميين ومقدمين البرامج في ديالى. طبعا احنا سوينا هذا المهرجان نميز به بأنه الوصيف الأول أو الوصيف الثاني هو قام بها هذا المهرجان كتكريم كأفضل مراسل في ديالى كأفضل مصور. المهرجان الأول اللي قام سنة 2023 هو مهرجان علق ديالى. الحقيقة كان اليوم مهرجان علق ديالى مهرجان فاق التوقعات، مهرجان جميل جدا، حضور شخصيات نيابية وعسكرية وأمنية وأيضا أكاديمية وصحفية وفنية وإعلامية. ما شاء الله يعني ديالى فرحنا احنا لما نشوفها انه نفضت غبار الأزمات ورجعت من جديد لتحيي هذه الحفلات. أنا سمية عبد الله من ناحية بهرز، أنا اليوم الوصيفة الأولى بقسم التصوير. أشكر كادر قناة ديالى تايمز اللي اختاروني الامتياز. أنا اليوم من دخلت المعهد كنت صفر، اليوم أخذت الأولى. أشكر المدير الأستاذ حسن عبد الخالق وأشكر الأستاذ حسن هادي اللي اعتبرنا أكثر من أخوة، وأتمنى منه كل الطلاب يدخلون هذه الدورة ويستفادون من هذا الشيء يكون مصدر رزق لهم. طبعا المعهد كلش حلو، فكرته كلش حلوة، المدرسين اللي كلش راقين ومثقفين وحلوين همينة، يعني تدريسهم كلش حلو، كلش اتهمت من عندهم أنا، يعني أنا كان ما عندي جرأة وصارت عندي الجرأة، وهاي أشياء اتهمت من عندهم يعني. إعقال المراجل غيرك مفرعين ويلم شيء من خواج سوالف فهمتونك بالهدش يكضك جيلتم وعرف الشاطر مرحب بقاعك وخيعونك